منورنا ومشرفنا، وشكرا على تلبية الدعوة طبعا لو انها متأخرة، لكن كان واجب عليا ان انا لازم اكلم حضرتك عشان ما سمعته بالامس، ولك الحرية المطلقة. خليني بس اقول لك قبل ما تجاوب حضرتك باللي انت عايزه. كشف فضيحة جديدة للجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام صيام في برنامج احدى البرامج الرياضيه في قنواتنا. البدايه كانت عندما قال رئيس لجنه المسابقات عامر ان ايقاف حسام عاشور لنهايه الموسم كان بسبب تقرير حكم المباراه، عندما ذكر ان عاشور تعدى بالضرب بدون كره على لاعب الزمالك. لكن بعدها تراجع عامر حسين وقال ان التقرير لم يكتبه حكم المباراه، ولكن الحكم الرابع رؤوف الحوشي هو من قام بكتابه التقرير وليس الحكم الهولندي. وقام البرنامج بالاتصال بالحكم الرابع الذي أقسم على أنه لم يشاهد حسام عاشور وهو يضرب اللاعب بدون كره، وإن ما يقال هذا عار تماما من الصحة. وفجر صاحبنا أو صديقنا مفاجأة كبيرة عندما تدخل وأعلن على مسؤوليته أن عصام صيام زملكاوي رئيس لجنة الحكام، وهو من قام بكتابة تقارير المباراة بنفسه، وهو الشيء الغير قانوني بكل تأكيد. اتفضل يا كابتن، أبن لك الحرية المطلقة في هذه الاتهامات. أولا إنك زملكاوي ده مش اتهام، ده حاجة تشرفك زي ما أنا بتشرفني إن أنا أهلاوي أو أنت زملكاوي. اسمع الله، والله ما أعرف أنت إيه، وشوف إحنا نعرف بعض من قد إيه. أنا بقول لحضرتك اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا يشرفني أكون مع حياتك طبعا، يعني يكفي إن أنت كابتن منتخب مصر وإنسان على خلق، وأنا كان ليا الشرف إن إحنا كنا موجودين مع بعض في مكان، وحياتك يعني من الناس اللي الواحد يتشرف يتواجد معاها. ربنا يخليك، ده شيء يسعدني. اما ما يصار، اولا انا الحمد لله اداره التحكيم يمكن 22 سنه، وعلقت في التلفزيون ما يقرب من 20 سنه او اكتر. ما اعتقدش ان انا يعني حصل ان انا لي انتماءات اهلي او زمالك او اسماعيلي او اتحاد، كابتن لان انا هقول لحضرتك بس لا معلش يا فندم. هو ايه؟ عندما تعمل في وظيفه بيطلب، انا النهارده لما اكون قاضي ما ينفعش اقول ان انا مش شرقيه ولا من قد اهليه ولا من اسوان، انا قاضي. اذا كان انا يعني ليا راي في حاجه فهذا خارج عملي تماما، لان انا المفروض. وبعدين يعني انا عايز اقول حاجه، انا مش بقول ان انا عملت ولا انا سويت، يعني اهلاوي او زملكاوي او خلافه، الحكام بيديروا المباريات وفي النهايه في نتائج. لما الاهلي بيكسب او الزمالك بيكسب او الاسماعيلي بيكسب او الاتحاد بيكسب او اي نادي بيكسب، ليس دخل في التحكيم فيها خالص. يعني زي ما حضرتك قلت في الاول ان النادي الاهلي بدأ الدور الثاني اللي انا اتشرفت ان انا توليت فيه المسؤوليه، وهو في المركز الرابع، والنتائج جابته في المركز الاول. يعني لا مش انا، وانا برضو انا اولا انا يشرفني ان انا انتمي لمصر، انما انا في وضع المسؤوليه ما فيش حاجه اسمها اهلي وزمالك عندي ولا اتحاد ولا، كله سواء. التحكيم الحكام انا بقعد معاهم قبل المباراه بقول له اللي تشوفه احسبه، مالكش دعوه بلون الفانيلا، مالكش دعوه بالجمهور، مالكش دعوه بده وضعه ايه، هياخد الدوري هينزل هيطلع، موضوع ما يخصناش. احنا قضاه بنحضر بنلعب الماتش، اللي بنشوفه بنحسبه وبنكتبه. فده اما في انا من ساعه ما بدات، هو في طبعا بعض المرضى الموجودين ومن ضمنهم اللي حضرتك ذكرت انه اتكلم امبارح ده، يعني هم في 3 4 مرضى كده انا مش مسؤول عن علاجهم، هم المسؤولين عن علاجهم. الجزئيه الثانيه، انا ببقى سعيد جدا لما الناس دي بتهاجمني. ليه؟ الناس دي لو شكرتني اخسر لسبب هقول لحضرتك. المرء على دين خليله. المرء على دين خليله. يعني انا ما يسعدنيش ابدا ان دول يبقوا خلائي، لان هم بقوا خلائي بقيت انا زيهم. لو شكر فيا يبقى انا بقيت زيهم. كل ما يهاجم انا بنبسط، لانه لو شكر اخسر. فانا عشان كده يمكن في ناس كتير تقول لي ايه انت ليه ما بتردش، انت ليه ما بتحضرش؟ انا بعمل، انا اللي بطلب رضاءه هو الله سبحانه وتعالى بس، اما رضاء البشر فصعب. وبعدين انا بشتغل، انا يعني حضرتك شوف
نقارن. انا طبعا الكابتن حسام اخويا وحبيبي وانجز وعمل، كابتن جمال غندور اخويا الصغير وابني، كابتن حسين فهمي استاذي، كابتن محمد حافظ زميلي. انا ما بتكلمش على ما قبلي، انا بتكلم ان انا توليت المسؤوليه وقبلت تحمل المسؤوليه في وقت صعب جدا، لان انا راجل عسكري وبيشرفني ان انا انتمي للمؤسسه العسكريه. انا حاربت اليهود في 3 حروب، حرب 67 وحرب الاستنزاف وحرب 73. يعني مش هيبقى صعب عليا ان انا اتحمل المسؤوليه في هذا التوقيت، ولا يمكن اهرب، لا يمكن اهرب. انا طلب مني ان انا اتحمل المسؤوليه، تحملت المسؤوليه. تعال نقارن بالظروف اللي كانت موجود فيها الدور الاول. الدور الاول امن مستتب، الدنيا وردي والامور زي الفل والعمليه سهله، ولسه بادئين الدوري من الاول، اللي بيتغلب اللي بيكسب اللي بيخسر، لسه قدامه 20 ماتش و25 ماتش و27 ماتش، الامور سهله والامور مشيت. وجابوا 8 حكام اجانب في الدور الاولاني. في الدور الثاني مع ظروف الثوره البلطجه وظروف الفتنه وظروف التعصب وفي الظروف اللي موجود فيها، مع احترامي الاعلام اللي بيزيد من الاحتقان واللي بيجي على يعني موضوع في ماتش. احنا قدرنا لحد دلوقتي 12 اسبوع ب 96 مباراه، جه برضو فيها 8 حكام اجانب، تمام، من ضمنهم ماتش الاهلي والزمالك الاخير. اعتقد ان احنا ال 88 مباراه كان مستوى التحكيم المصري افضل بكثير من مستوى التحكيم الاجنبي. ما حدش يقول ان احنا بنجيب حكام، لا، ده احنا بنجيب الدول اللي بتقبل. احنا في دوله زي سويسرا كانت جايه لماتش الاهلي والزمالك وبعتت الموافقه وبعتنا لها التذاكر وبعتوا الباسبورات. بعد ما بعتوا الباسبورات بعتوا ايميل قالوا فيها احنا بنعتذر لخطوره الموقف في مصر. المانيا كانت موافقه، بعتت مين؟ من الشغب اللي بيحصل من الاعلام، من الاعلام والاحتقان والتصوير وبنجين. وبعدين نيجي احنا في ال 88 مباراه اللي ادارها الحكام المصريين كان في يعني كلام ونقول باللفظ البلدي لغط في مباراه واحده اللي هي الزمالك والمقصه. وانا كنت حزين ان احنا بنبص في لعبه الاقي في احدى القنوات 4 ساعات ونص بيتكلم في لعبه. احنا محتاجين نتكلم في البطالة، محتاجين نتكلم في التعليم، محتاجين نتكلم في التنمية، محتاجين نتكلم في الاقتصاد. طب يعني نتكلم في تطوير اللعبة اللي احنا بنشتغل اللعبة فيها. نتكلم، يجي انا اتكلم عن تطوير التحكيم ويجي خبراء التدريب يتكلموا عن تطوير التدريب وعن تطوير المنظومة وعلى الانجاز. وبعدين الانسان اللي بيعمل انجاز، يعني النهارده كلنا لا ننكر الانجاز اللي عمله الكابتن حسن شحاتة. ما وفقش او اخفق في لعبه او في ماتش، شيء طبيعي، لكن مش هننسى له ماضيه. النهارده اما احنا ندير 88 مباراه بالحكام المصريين، وانا يسعدني ان انا عندي فاكسات وعندي ايميلات من انديه مصريه اتغلبت، وكان من ضمنهم رحمه الله الكابتن عبد الرحيم خليل قبل ما يتوفى ب10 ايام. كم هذا الراجل محترم، مباراه هزم فيها، هزم وهو في الملعب بيكلمني بيقول لي يا كابتن عصام انا بشكرك على ان الحكم اداني حقي، انا مغلوب. مش هو لوحده، كابتن رضا عبد العال من طنطا، كابتن حسين عبد اللطيف رئيس مجلس اداره نادي اسوان، كلهم نجوم كبار. بقول لحضرتك كابتن محمد صلاح، يعني اسماء كبيره. كابتن طلعت يوسف باعت لي ان انا امبارح حكم بيدير اول لقاء لي في الدوري الممتاز بين بتروجيت والانتاج الحلبي، ومدرب الانتاج الحلبي ومدير الفني بيشيد بالتحكيم وهو مغلوب وبيقولوا ان الحكم رائع. يعني احنا الحمد لله نقف مع حكامنا ونساندها، واحنا لجنه ما احناش ضعيفه، احنا لجنه بتشتغل ما بتتكلمش. انا برد على كلمه بقى ايه انت ما بتردش ليه؟ انت حضرتك عارف ان احنا عندنا 70 برنامج رياضي و700 جريده و50 سايت واذاعات و80 مليون حكم و80 مليون حكم و80 مليون مدرب. انا لو قعدت ارد يا كابتن مصطفى بالظبط بقى انا هطلب من الاتحاد يجيب لي شمسيه وترابيزه واقعد تحت في الاتحاد وما اشتغلش. فانا بعمل ايه؟ انا يعني بنتهز فرصه وجودي مع حضرتك وبتشرف بحضرتك ان انا اجي الم الموضوع. انا يوم اوضح، انا يوم الاحد ان شاء الله يشرفني. طبعا انا عامل مؤتمر اعلامي وانا بعمل كل شهر من يوم ما جيت مؤتمر اعلامي بدعو فيه الزملاء، لان انا مش فاضي ان انا كل واحد يتكلم كلمه ابقى قاعد متربص وابص الجهاز ده عمل ايه والتلفزيون والقناه دي عملت ايه، وفي برامج بتقعد للساعه 3 و4 و5 الصبح افضل قاعد
مش هشتغل تاني يوم، مش هأدي عملي، التعيينات هتبقى غلط، التخطيط هيبقى مش مظبوط، وهذا مطلوب ان انا اتشتت. انا بقول للمرضى اللي بتهاجم يعني ربنا يسهل لكم وتلاقوا دكتور نفسي يعالجكم، وانا مش هرد برضه. ليه؟ لان انا مش هنزل بمستواي، انا ليا مستوى علمي ومستوى اجتماعي ومستوى وظيفي مش هتنازل عنه. عشان كده جيت اتشرفت بحضرتك. برضه يا كابتن يعني هناك اتهام، يعني بعتذر لا اتفضل. بعتذر للكلمه اولا. لا تحت امرك. ان الحكم لم يكتب التقرير والذي كتبه هو عصام صيام. او انا سعيد ان حضرتك بتقول كده. اولا اللي قال كده حلف وقال ان عصام صيام هو اللي كتب التقرير، فانا بحمد ربنا ان انا مش هشوفه في الجنه ان شاء الله. دي شهاده، ده قال شهاده زور، وانا مش عايز انفي، لان في اللغه العربيه حاجه بتقول نفي النفي اثبات. صح. انا صادق، ولما اقول لا، اللي مضى على التقرير هو الحكم بذاته. حكم المباراه هو اللي مضى على التقرير، وهذا التقرير هو اللي سلم ليه. وبعدين الناس بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في واقعه كل الناس شافتها، وبتتكلم في واقعه المعلق نفسه شافها. وبعدين انا بحترم حسام عاشور، وعلى فكره حسام عاشور من حياتك تعلم الحته اللي عليه اللغط، الكره اللي عليها اللغط هي يا كابتن اهي. رجع تاني. لا مش دي. رجع تاني يا محمد، ما هي دي بتاعت الجون التاني. لا يا فندم، هو حسام عاشور ما اتطردش عشان دي. لا انا بتكلم مش عشان الطرد، بتكلم على الجون اللي حسام الفير بلاي وبتاعه وقامت عليه القيامه. دي ما بتتكتبش في التقرير بالظبط. حتى لو موجوده ما بتتكتبش. طب هل من حق الحكم ان امتى يوقف الحكم المباراه؟ اذا كان من رايه ان اللاعب مصاب اصابه جسيمه تستلزم ايقاف المباراه، حتى ما يراعيش حته تحت الفوق. يعني اللاعب بلع لسانه ووقع، انا هنا سلامه اللاعبين هي نمره واحد. انما لو راى الحكم وجهه نظره، يمكن حضرتك حكم وانا حكم، انا ابص اقول للعيب ده لا انا محتاج ان انا اوقف اللعب. مهم قوي اللعبه دي يا كابتن. رجعها تاني يا محمد. وهو بيشوط، هو اللي شاطها بره يا كابتن. هو يعني ممكن بيضيع وقت وممكن ما بيضيعش وقت وممكن مصاب، يعني الحكم يعرف منين. رجع تاني يا محمد لو سمحت. ما انا بص، انا هقول لحضرتك، هو كل احلى حاجه في قانون كره القدم باللغه الانجليزيه as the opinion of the referee، بالعربي طبقا لما يتراءى الحكم. يعني الميزه كانوا عايزين يدخلوا التكنولوجيا، وان مش عارف الخط يتعمل له مش عارف تكنولوجيا ايه، ولما الكره تعدي نلعب تنس. قال لك مش هتبقى فيه متعه، ده احنا عايزين الكره يبقى فيه جدال والحكم يغلط والناس تقول ده اوفسايد عشان يبقى الكره فيها متعه. انما القرار للحكم. الحكم ما بيكتبش بقى في تقريره، والساده الزملاء عارفين انا ما بكتبش في تقريري ان اللعيب ده اصيب وانا ما وقفتش اللعب. طب ما هدين نفسي ما وقفتش اللعب ليه؟ انت شايف انه اصيب. هو الحكم قال بلاي اون، اي بلاي. قد يكون ناس تقول ده غلط، ناس تقول ده صح، وهو ده القانون. ان انا ممكن اوقف اللعب. بتاعت عاشور يا كابتن قدامك اهي. دي بتاعت حسام عاشور الادهم. دي اللي وقع فيها. بص عاشور الادهم لعبها منين يا كابتن؟ رجع تاني يا محمد، رجع تاني. ما انا هقول لحضرتك. هو ممكن، وطبعا حضرتك كنت لعيب كوره وانا برضو لعبت كوره يعني الحمد لله، ممكن هو في الشوطه دي جات له شد في العضله الخلفيه. بالظبط يعني ملهاش علاقه، ما حدش لمسه. بالظبط. بص الحكم فين يا كابتن؟ رجع تاني يا محمد. بص الحكم فين جنبنا اهو. لا لو الحكم شايف فيه حاجه مش كان وقف اللعب. هو ما دي انا ما اقدرش اقول ليه. بالظبط. انا مش الحكم. بالظبط. يعني وجهه نظر يعني الحكم هو اللي خد القرار. الحكم هو اللي بيقول بيقول لا، هو اللي بيقول ده عايز طرد، دي الاوت ده كده، هو صاحب القرار. ليه احنا نتدخل وليه نعمل نقاش؟ المباراه انتهت، وانا بقول كانت احلى حاجه فيها جمهور الناديين. ايوه بالظبط. يعني انا شخصيا كنت حزين جدا لما بلغت الصبح ان المباراه مش هتتلعب. انا يعني اصريت، والباشمهندس ايهاب الحقيقه يعني من اكثر المساندين، راجل محترم جدا، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، راجل فاهم كمان، راجل فاهم ومساند. انا دخلت له وقلت له يعني اتمنى ان المباراه تتلعب، اذا ما كانتش تتلعب النهارده تتلعب بكره، لان انا لما يجي لي اعتذارات من دول والطقم ده هقول له امشي، الماتش مش هيتلعب عشان احنا بنسيء للسياحه وبنسيء للاقتصاد وبنسيء للبلد. لكن كان قرار حكيم جدا
وانا بشكر عليه المجلس العسكري انه اتخذ هذا القرار، تتلعب المباراه في مواعيدها واتلعبت الحمد لله، واثبت شعب مصر ان هو ده شعب مصر.